الرحيم وبه نستعين. ادي يا جماعه دلوقتي الخمور بتاع العيش بتاعنا اهو، بعد ما حطينا عليه الخميره وعجننا كميه الدقيق اللي احنا طالبينها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ادي العجينه بتاعتي اهي طريه زي الفل. تمام. ابتدي اهبط الخمور بتاعه كده يا جماعه، بس اديله لفه كده. تمام. ادي عجينته ما شاء الله تبارك الله، هذا زي الفل. انا اسمي ام زياد على فكره، نسيت عرفتك بنفسي. ادي يا جماعه العيش اللي انا بعمله، العيش المصري اهو. ادي العجينه بتاعته عجينه طريه زي الملبن، حلوه بتجري في الايد كده. اديني اهي. ودي الكميه اللي انا بخبزها كل اسبوعين، بخبز الكميه دي عشان ظروف الشغل طبعا والدنيا، والعيال في المدرسه واولادي، مش هقدر اقعد كل اسبوع قدام المدرسه مع الولاد يعني. ادي العيش اهو. هبتدي ايه اعمل العيش. بعمله بقى ايه حاجه صغيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكميه بتاعتي اهي. احط في الدقيق، طبق فيه دقيق منخول طبعا اهو. ابتدي ايه الف كده اهو. وادي الرغيف او الرغيف بتاعي اهو ما شاء الله. تبقى القطعيه بتاعته صغيره يعني حسب الدوره، يعني الدوره الكبيره بعمل رغيف كبير، الدوره الصغيره بعمل رغيف صغير. والفه تاني في الدقيق. تمام اهو. ابتدي كده اعمله كده، اعفره تاني في الدقيق واحطه على الدوره اهو. تمام كده. ادي اهو يا جماعه. تاني نعمل واحد تاني اهو. تمام اهو. افضل اعمل كده بقى لغايه ما اخلص الكميه العجين اللي قدامي. تمام. المفروض ده يتشال دلوقتي عشان احط غيره. ادينا هنشيله دلوقتي عشان ايه ابتدي احط غيره. تمام. الف تاني، هعفره في الدقيق تاني اهو. ادي كمان واحد. ابتدي اخلص الكميه اللي قدامي دي كلها، افضل اعمل كده في نفس اللي انا بعمله ده بالظبط كده لغايه ما اخلص الكميات اللي قدامي. بعد كده نشوف المرحله اللي بعد كده هيحصل ايه. كده تمام. ابتدي كده اخلص الكميه اللي قدامي دي. اديني اهو. اعصر تاني في الدقيق واحط على الدور. خلاص يا جماعه كده ادينا عرفنا احنا بنعمل ايه فوق الدور دلوقتي. بنحط العجين، بنحط العيش بتاعنا، بنقطعه قطع صغير خالص ونحطه على الدور. هخلص بقيه الكميه ان شاء الله باذن الله، وارجع لكم تاني في المرحله اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله يا جماعه.